أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن القلوب لا تصدع كما يصدع الحديد. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدقت يا سيدي يا رسول الله. وقف الإمام علي أمام المقابر وقال: يا أهل المقابر، إن بيوتكم قد سكنها غيركم، وإن أموالكم قد اقتسمها أبناءكم، وإن نساءكم قد تزوجن غيركم. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم نظر لأصحابه من حوله وقال لهم: والله لو أراد الله لكم أن ينطقوا لقالوا أن لا إله إلا الله خير من الدنيا وما فيها. سئل نبي الله نوح: يا نبي الله، أنت أطول الأنبياء عمرا، فصف لنا الدنيا. فقال: وجدت لك بابان، دخلت من الأول فخرجت من الآخر، فاللهم أخرجنا منها على خير يا رب العالمين، مأجورين غير مأزورين. صلاة وسلاما على صاحب الطلعة البهية، صلاة وسلاما على بدرا أتم فسلما، وأخفى شعاع الشمس لما تبسما، وإذا مشى في الليل مشى له كل من كان في الكون مظلما. سألت النوق التي آمنت به، قالت: شريفا في البرايا معظما. قلت لك يا نوق: أين داره؟ قالت: نعم أرض البقيع وزمزما. قلت لك يا نوق: قصدي أزوره. قالت: سافر إلى طيبة والحمى. قلت لك يا نوق: ما اسمه؟ قالت: محمدا. قالت: محمدا شفيعا لمن صلى عليه وسلم. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. أخوة الإيمان والإسلام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا السرادق المقام الذي أقامته العائلة الكريمة، عائلات السيسي الأكرمين، في ليلة تكريم وتأبيم الأم الراحلة حرم عم الحاج علي أحمد السيسي، ووالدة الأستاذ المحترم عصام علي السيسي، والأستاذ عبد الحميد علي السيسي، وزوجة ابن عم كل من الحاج حسن عبد العزيز السيسي،
والحاج فتحي عبد العزيز السيسي، والحاج احمد عبد العزيز السيسي، وعم الحاج عبد الرحمن عبد العزيز السيسي. جميع عائلات السيسي الاكرمين جئنا مشاركين لهم في ليلة تكريم وتأبين الام الراحلة، سائلين الله تبارك وتعالى بأن يثبتها عند السؤال، وأن يجعل هذه الليلة أسعد لياليها، اللهم آمين يا رب العالمين. نحييكم من جوهرة الصرادقات العالمية والمتنقلة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، والمصنفة رقم 1 على مستوى جمهورية مصر العربية في تنظيم الحفلات الدينية والمؤتمرات العالمية الكبرى والخيم الألمانية المكيفة وتنظيم ليالي القرآن الكريم لصاحبها إمبراطور الفراشة على مستوى جمهورية مصر العربية الحاج مختار عطوان، والمقيم بمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والفرع الثاني بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. وقد استضافت العائلة الكريمة علم من أعلام دولة القراءة والقراءات، عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية وفخر قراء محافظة البحيرة. دع الدنيا إذا القرآن نادى، لقارئ زاده الرحمن بصوته الجميل زادا، قارئ إذا قرأ القرآن في مكان غنى به الطير في السماء وشادا، بلسان عربي ذاكر وقلبا لله خاشعا وشاكر. نستمع الآن إلى ذلكم العلم القرآني فخر قراء جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. الله أسأل أن يفتح عليه فتوح العارفين بالله، وأن يوضع الله له القبول في السماء وفي الأرض وبين عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل صاحب الفضيلة مأجورا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقي وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقي وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله
وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك صدق الله العظيم. كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا واتقوا الله واعلموا أن الله مع واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام
واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فإذا أمنتم فمن
استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق الحج أشهر معلومات
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فمن الناس من يقول ربنا
من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واتقوا الله أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم
ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. ويقول الشاعر في الموت مناجيا ربه: يا من له في بطن الأرض حفرة أتأنس بالدنيا وأنت غريب، وما الدنيا إلا كر يوم وليلة، وما الموت إلا نازل وقريب. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. فإذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. هكذا اخوتنا اخوات الإيمان والإسلام، عشنا وإياكم بالذي هو خير، ألا وهو كتاب الله المكنون القرآن الكريم، أوثق شافع وأغنى غناء واجبا متفضلا، وترداده يزداد فيه تجملا. آيات بينات من كتاب الله العزيز تلقى على مسامع حضراتكم بالحق، ذلكم العلم القرآني وبنقابة القراء بجمهورية مصر العربية، وفخر قراء محافظة البحيرة، والحاصل على الجائزة الدولية لعلوم القرآن الكريم، والذي شرف مصر في المحافل الدولية والخارجية، فضيلة القارئ العلم، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، قارئ القرآن الكريم، والمقيم بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. ننقل لكم هذه الليلة القرآنية العطرة عبر الصرادقات العالمية والمتنقلة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، المصنفة رقم 1 على مستوى جمهورية مصر العربية في تنظيم الحفلات الدينية والمؤتمرات العالمية الكبرى وتنظيم ليالي القرآن الكريم، لصاحبها امبراطور الفراشة على مستوى جمهورية مصر العربية الحاج مختار عطوان، والمقيم بمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والفرع الثاني بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. كما أتقدم نائبا عن جميع عائلات السيسي الأكرمين، عنهم عم الحاج علي أحمد السيسي، وصاحب الواجب في كل مكان الأستاذ عصام علي السيسي، وصاحب الواجب في كل مكان الأستاذ عبد الحميد علي السيسي، وعم الحاج حسن عبد العزيز السيسي، والحاج فتحي عبد العزيز السيسي، والحاج أحمد عبد العزيز السيسي، والحاج عبد الرحمن عبد العزيز السيسي. جميع عائلات السيسي الأكرمين جئنا مشاركين لهم في ليلة تكريم وتأبين الأم الراحلة، سائلين الله تبارك وتعالى بأن يتغمدها بواسع رحماته، وأن يجعل هذه الليلة أسعد لياليها، اللهم آمين يا رب العالمين. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء والدوام لله.